السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع بعض قص وخياطة الجلابية الإماراتي. بعد ما جهزنا صدر الجلابية وخيطناه على المكنة، هنخيط البندة دي، هنحطها تحت أو هنخيطها كده تحت الصدر زي ما هنشوف. هنجهزها ازاي. عرض البشليك ده بيبقى حوالي مثلا 4 سنتي، وبسيب يعني ايه مسافات كده زي ما انا قاصص كده بالضبط. شوفوا طريقة التحضير والتجهيز هنعملها ازاي. اول حاجة بتني الحرف ده علشان تبقى الطريقة سهلة. دي طبعا قطعة رخام يا جماعة بنعمل بيها تبريد مفاجئ علشان المكوة تبقى تمام. عرض البندة الداخلية دي بتكون حوالي 4 سنتي. طبعا نسيب شوية كده علشان دول هيتنوا للداخل، وبنتني الحرف ده بالمكوة كده، والحرف التاني كذلك. زي ما قلت لحضراتكم الجلابية الإماراتي بتحتاج دقة شوية في الشغل. هنتني الحرف التاني، ممكن نخف الزيادة دي شوية. ليها أكتر من طريقة تحضير البندة دي، ليها أكتر من طريقة. دي هنجيبها كده بالطريقة دي. نحضر برضو القطعة اللي هي الحلية اللي بيركب فيها الشريط الدبار أو المشرشب ده. هنجهزها برضو على المكوة بحيث لما نقعد على المكنة تكون الدنيا سهلة بالنسبة لنا. خلصنا كده، نخف الزيادات بس اللي هي اللي في الأطراف دي، وأبتدي إن أنا أكسر. يعني طبعا لما أجي أركب هركب على النص أو المنتصف. تمام. ممكن طبعا لو عندكم فازلين وشين نحط طبقة فازلين كده ونلزق، هتلاقيهم لازقين في بعض تمام. هننصب بقى البندة دي بالشكل ده. ممكن تعملوها بالقلم، ترسموها بالقلم أو تكسروها بالمكوة كده. الهدف من دي إن احنا نبقى عارفين المنتصف بتاع البندة. طبعا بيكون عندكم حلية زي دي رسمينها على ورق أو بطرون، بحيث ترسموها وتقصوا على طول يا جماعة. زي ما قلنا وتعلمنا نعمل دوران الرقبة أو القالب بتاع دوران الرقبة المقاسات متعددة في الدرس الماضي. احنا برضو هنا بنثبت الحاجات دي بحيث تبقى الدنيا سهلة معانا، خاصة لو انتوا هتشتغلوا من الجلابية الإماراتي دي كميات. نلزق بالشكل ده، وزي ما قلنا بنلزق في منتصف القماش كده، أو بنخلي فيه زيادة في القماش بحيث نحضر ونجهز الحلية دي زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصنا تحضير. ندخل على مرحلة الدبار من نفس الخيط اللي انتوا بتخيطوا بيه الجلابية. بنلف خيط كده مثلا على طرف الشمعدان بتاع المكنة ده كده، ونشوف أي حاجة تانية، ونشد كده مكنة تانية ولا أي حاجة، ونلف كده عدة طبقات من الخيط. وبعد كده هنفتلهم مع بعض وندكك في الإبرة زي ما هنشوف مع بعض كده. أو ممكن يعني تشتغل مثلا تجيب على صبع رجلك كده وبإيدك وتشتغل عادي. الطريقة هي بنفتل الحبل بنفس الطريقة كده، ونشد الحبل كل مدى واحنا بنفتل، بحيث لما نخلص نلاقي الحبل مفرود والدنيا تمام بالشكل ده. بعد كده بنبتدي نقص الاكسات دي، او اللي هتبقى الاكسات دي بالمقاس المطلوب على قد الزرار اللي هيتعمل من الخيط كده. طبعا بنعمل 5 الاكسات، وبالشكل ده بخيط القصة دي. نلف عليها خياطة، طبعا نلف عليها خياطة كتير حوالي 7 خياطات داير ما يدور كده. الخياطات طبعا بتكون نفس المسافات بتاعة الجلابية كلها، بتكون واحدة، سواء قصة الصدر أو القصة بتاعة اللي هيركب تحتيها البندة، أو القصة اللي هتركب دي.
طبعا دي هركب فيها كبسولتين علشان تتخلع وتركب، ما تكونش ثابتة على طول باستمرار، بتبقى بتركب على حسب الرغبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الشكل ده حضرات. طبعا ما بنوصلش للآخر، أبدأ الآخر بشوية كده، عاملين حوالي 3 سنتي، بحيث دي هتتني كده بالشكل ده. هنا نخيط كده دي بحيث تبقى مقفولة، وبعدين نركب البندة ونركب معاها اللكسات. طبعا مع الوقت كده، يعني الجلابية في البداية تكون تحسوا انها صعبة شوية عليكم، لكن مع الوقت ومع التكرار هتلاقوا نفسكم فهمتوا المراحل بتاعة الجلابية، وتكون كل حاجة سهلة ليكم. نركب الاتجاه المطلوب بالشكل ده. طبعا في المقدمة فوق كده هنعمل يعني عروتين 2، بحيث طبعا لو حابين تفتحوا الرقبة شوية، أو حابين تخلوها مقفولة على الآخر بالشكل ده. طبعا بتكون الفتحة دي اللي احنا عاملينها بتاعت العروة دي على قد الزرار اللي احنا ان شاء الله هنعمله. نخيط كده. طبعا احنا بدأنا بالشكل المطلوب الصحيح كده علشان تبقى الدنيا معانا تمام. نلف بالمكنة كده ونربطها كمان، نخيطها كمان خياطة، وبعدين نثبتها من الداخل. المسافة المتبقية دي بقسمها على 3 على 3، يبقى كده 3 أزرار معانا، ودي هتركب كده بالشكل ده، بحيث يعني لما تتني كده يكون الزرار اللي هو اللي بعديها باين تمام. فبناء عليه أنا بقيس وبركب العروة اللي أنا عاملها بالخيط دي تمام. هنركب اللكس بتاعتنا دي، وبنزل لتحت شوية يا جماعة كده بنفس الاستقامة وبنفس كل حاجة، بحيث تديني شدة للصدر بتاع الجلابية وتكون الدنيا تمام. خليه مشدود كده وحلو كويس. ماشيين خطوة بخطوة وماشيين بصبر، بحيث نوضح كل صغيرة وكبيرة. وإذا حسيتوا إن في حاجة غير واضحة ليكم أو حاجة ناسينها، حاولوا تكتبوا لنا كده في التعليقات، إن شاء الله بنوضح للجميع كل كبيرة وصغيرة. نثبت كده من الداخل الإكسات دي مع البنطة مرتين كده ولا حاجة، بحيث بعد الغسيل والكلام ده ما يحصلش مثلا إن أي حاجة تفك خالص نهائي. كده ثبتنا الإكسات اللي احنا عملناها بالخيط. ندخل في المرحلة اللي بعد كده. هنا الفرد اللي أنا بعمله ده المكان اللي هيركب عليه منتصف الكم، بنقول عليه جبرة الكم. ونبتدي نطلع الأكمام بقى. احنا طبعا كسرينها بالمكوى ومخليين الاتنين نفس العرض بتاع التانية وطول الكم المطلوب، كل حاجة معانا تمام. بخيط التانية دي في الأول كده، وطبعا ايدي بتكون شادة من تحت علشان الخياطة تكون مفرودة والدنيا تمام. هبتدي أعمل خياطات كده، عدة خياطات بنفس العدد اللي احنا عملناه في صدر الجلابية اللي هو 7 خياطات، وبنفس المسافات برضو، يدوب ملي كده، كل ملي بعمل خياطة أو أقل من ملي كمان.
بحيث يديني الشكل المطلوب. كلنا عارفين إن كل بلد بتشتهر بجلابية خاصة بيها، يعني زي الجلابية الرجالي السعودي، الجلابية الرجالي المصري، عندنا الجلابية العماني، الجلابية السوداني، الجلابية الإماراتي، الجلابية القطري، الجلابية الكويتي. أي جلابية بفضل الله عايزين تتعلموها اكتبوا لنا كده في التعليقات، إن شاء الله بننزل لحضراتكم شرح كامل. نبتدي نركب الكم بقى كده يا جماعة. لاحظوا إن أنا ابتديت من منتصف الكم، وبنركب الكم بهدوء كده بحيث الكم يكون معانا مرتاح بعد التركيب، والكم يكون قالب والدنيا تمام. النصف التاني، وهنا يعني فنيات كده المفروض نقول عليها برضو. الكلام ده لو مش هتعملوا خياطات على الكم، احنا بنحاول نشد في الجسم شوية اكتر من الكم. ليه؟ علشان الكم يقلب معانا ويدينا الشكل المطلوب. طيب في حالة، وممكن اركبه بالكم من تحت في الحالة دي. طيب في حالة ان انا هعمل خياطات على الكم، انا هنا ببتدي اخلي الاتنين زي بعض، الشد بيكون من فوق زي تحت، الاتنين واحد. تمام. في الحالة دي انا مش هقلب الكم، مش الكم اللي هيقلب، لا، الخياطة هتبقى على الجسم بتاع الجلابية. كده خلصنا الكم بتاعنا. نبتدي نعمل الفتحات. احنا طبعا يعني قايسين الفتحات وعاملين فرد بالمقص على الفتحات دي. الاربع فتحات مقاس واحد بالنسبة للصدر والظهر. هنا ببتدي اتني تانية كده بالمكنة على نضيف، بس تبقى الدنيا معانا تمام. زي ما بقول لحضراتكم احنا ماشيين خطوة بخطوة بهدوء بحيث تبقى كل حاجة واضحة للجميع. طبعا الجلابية أو الفتحة بتاعت الجلابية في الجلاليب الأخرى بتكون مختلفة عن الفتحة دي، ولكن زي ما قلنا كل بلد ليها تقاليد معينة في الجلابية بتاعتها الخاصة بيها. دي مش وحشة برضه، دي كويسة وجميلة. السيالة بتكون نصها من الخارج معمول زي مثلث كده، وبقية السيالة أو باقي السيالة بتكون من الداخل. السيالة يعني أجيب الجنب يا جماعة. نبتدي نقيس مقاس الكم أو وسع الكم المطلوب. أنا عملت مثلا 17 سنتي. طبعا ده بيبقى على حسب طلب الزبون وعلى حسب المقاس بتاع الزبون. هنا الخياطة بتكون يعني ابتدي اما اجي عند الجيرو كده ابتدي اكون من واسع وانزل على ضيق شوية بحيث تديني راحة اثناء اللبس. ممكن طبعا توسع الغرزة في الحتة او الجزء بتاع الفتحة ده ونخيطه عادي، وبعد كده نبقى نفتحه بعد ما نركب السالة طبعا. وممكن تبقى مفتوحة بالشكل ده ونخيط عادي زي ما هنشوف دلوقتي. كده خلصنا خياطة الأجناب. دي السيالة أو اللي تجيب الجنب بتنيها كده من تحت وببتدي أخيطها زي ما هنشوف. طبعا أنا عامل إفراد اهوت موضح كل حاجة. احنا بنسيب يعني عرض شوية كده بحيث لسه هنتني الجزء المثلث اللي فوق ده. طبعا يتبقى لنا درس آخر اللي هنشوف فيه الشكل النهائي بتاع
الجلابية ونشوف أناقة وجمال الجلابية الإماراتي، ونشوفها على الطبيعة، نشوف التلبيس كمان. ممكن طبعا نخيط الجزء بتاع الجيب اللي تحت بتاع السيالة ده، وممكن نكويه حسب الرغبة زي ما تحب. كده خلصنا السيالة وجيب الجنب. بنيجي نركب السيالة بالشكل ده. طبعا أنا بقيس المنتصف بتاع السيالة كده بالشكل ده، وببتدي إن أنا أحطه على الخياطة. المنتصف بحطه على الخياطة بتاعة الجنب، وبخيط الجزء ده الأول كده، وبعد كده بقلب وأعمل المثلث ده. يعني بنتمنى إن احنا نكون يعني وضحنا كل كبيرة وصغيرة، وطبعا ما تكونش حاجة فاتتنا خالص في الدروس بتاع الجلابية الإماراتي دي. انتظروا منا جميع الشروحات إن شاء الله. الجلابية الكويتي برضو، الجلابية القطري، معظم أنواع الجلاليب إن شاء الله موجودة عندنا. خيط الجنب التاني، وزي ما قلنا وبنكرر وبنذكر من تحت الباط كده، ببقى على واسع وببتدي أضيق شوية بحيث تبقى مريحة أثناء لبس الجلابية وأثناء الحركة. إن شاء الله ده الدرس قبل الأخير. الدرس الأخير القادم مميز جدا. يعني في كل درس، يعني في نهاية كل درس بتظهر صورة كده، بتضغطوا عليها بتحولكم للدرس التالي مباشرة. الصورة اللي هتظهر دي اضغطوا عليها تحولكم للدرس التالي مباشرة، علشان نستكمل دروس قص وخياطة الجلابية الإماراتية أو الجلابية الرجالي الإماراتي. هنا المكوة برضو لها دور. كل الكلام ده هنشوفه في الدرس القادم إن شاء الله بمشيئة الرحمن. وأتمنى إن الدرس يكون كان سهل عليكم. متنسوش طبعا تصلوا على النبي في التعليقات. طبعا دي الحلية اللي احنا عملناها أو الزرار اللي احنا عملناه، هنركبه كده بقى هنا. ده ما سنتعرف عليه في الدرس القادم، وإلى اللقاء والسلام عليكم.